السلام عليكم متابعي الاوفياء. حلقه واعره بزاف، حلقه يا خوتي كلها تشويق من الاول حتى الاخر، كلها مضاربه كلها مناتفه. غادي نشوفوا احبائي انيس غادي ينتقم من كنان وغادي يلوحوا من واحد السطح لتحت، ويا خوتي كنان كله غادي يتهرس، وغادي نشوفوا الوضعيه الصحيه ديالو في هاد الحلقه. وكذلك غادي نشوفوا احبائي واحد الشجار حاد بين زينب وهدى، وكذلك غادي نشوفوا شجار حاد بين احبائي علاء وجمال. باش تعرفوا الاسباب ولا مازال من التفاصيل تابعوا الحلقه الاخير كيف ما العاده. انتم فقط ما تبخلوش عليا احبائي، بلا جمجموني احبائي، كثروا لي اللايكات، انا عرفتكم غير كتنساو، كثروا احبائي من اللايكات، وكذلك ما تنساوش انكم تبارطاجيو الحلقه باش هكا توصل لجميع متتبعات ديالي. كنبغيكم بزاف، بلا ما نطول عليكم دخلوا بسرعه في الاحداث. والبدايه احبائي وكيف ما العاده مع اخر مشهد من الحلقه اللي فات. الام ديال جمال اللي تعصبت بزاف من سلطانه اللي كانت لتحت كتصرخ وكتعيط لزينب، كتقول لها ديري بنتي عقلك في راسك، خصك تمشي تخدمي الخدمه. قالت لها راه ما تلقاوهاش بكل سهوله، عافاك بنتي فكري مزيان ما ديريش بحال هكا وتخرج عندها خوتي من جمال. قالت لها لا سلطانه، قالت لها سيري في حالتكم لهنا، قالت لها راه صدعتي لنا راسنا. وهي تقول لها سلطانه غتدخلي، قالت لها في حالات، قالت لها ولا غادي نطلع لك نريش، قالت لها ونعاود ننزل، قالت لها دخلي، قالت لها عيطي لي البنت بغيت نتكلم معاها. صافي الام ديال جمال تخلعات وهي تمشي عند زينب، قالت لها شوفي بنتي، قالت لها السلطانه راه كتبان لي ما غاديش يتزعزع من التحت، قالت لها غير سيري دوي معاها. صافي غنشوفوا احبائي زينب تعصبات، هبطت لتحت عند السلطانه، حلت عليها الباب وهي تدور فيها، قالت لها اشنو بغيتي، قالت لها راني قلت لك ما بقيتش بغيت نخدم هذيك الخدمه. وهي تقول لها سلطانه كانت كتخنزر في ام جمال، لان ام جمال كتقول لها صافي راه البنت دوات معاك سيري في حالتك. هي جرات بنتها وهي تقول لها بنتي، قالت لها الله يرضي عليك، قالت لها دابا اش كديري بحال هكا، قالت لها واش في نظرك، قالت لها خليتي الخدمه يعني غدي غتلقاي خدمه اخرى، قالت لها بنتي راه تحلوا يعني في وجهك بيبان ديال السعد والخير، قالت لها واحد الخدمه اللي مزيانه وكندخلوا منها، قالت لها فلوس كثيره، قالت لها واش نسيتي، قالت لها غير البارح، قالت لها شحال الفلوس عطاتك ميسون، قالت لها البلايص فين مشيتي، قالت لها داك الشيء بنتي راه ما غاديش يطلقها، قالت لها والله يرضي عليك بنتي، قالت لها ما تعكسيش ما تعكسيش، قالت لها وديري عقلك في راسك، قالت لها وخليك في خدمتك، راه قالت لها الخدمه زوينه ومع ميسون مهليه فيك، قالت لها واش غتلقاي شي حاجه ما حسن، قالت لها مابقاش، قالت لها بنتي ديري بحال هكا. صافي غادي نشوفوا زينب بقات شحال وهي ساكته. سلطانه كانت كتحاول انها يعني تقنعها بلي الخدمه ما غاديش يلقاوها بسهوله، وبلي دوك الفلوس كثار بزاف، قالت لها فين بنتي باقي غتلقاي بحال دوك الفلوس، وفين باقي غتلقاي بحال هذيك الشهره، وفين باقي غتلقاي بحال هذه المكانه اللي تعطاتك في المجتمع واللي بالفضل ديال ميسون وصلتي لهذا الشيء. قالت لها الله يهديك، قالت لها هادشي اللي كديري فيه راه ماشي هو هذاك. ويدور فيها زينب، قالت لها انا كنكرهك، قالت لها انت وحده ماديه، قالت لها دوات معايا، قالت لها ماما ناعمه ونبهتني وقالت لي بلي انت وحده ما مزياناش وتابعه غير الفلوس، قالت لها ولكن انا ما رديتش البال، قالت لها بعدي مني ما بغيت حتى شي حاجه، قالت لها وميسون غنمشي لعندها ونقول لها القرار اللي اتخذت بلي انا ما بقيتش باغا نخدم هذيك الخدمه ديال عارضه ازياء، قالت لها انا ماشي بحال هكا، قالت لها ما بقيتش بغيت نخدم هذه الخدمه نهائيا. صافي غادي نشوفوا احبائي سلطان غادي تعصب بزاف من زينب، حاولت معها بلاتي هي احسن ولكن زينب كانت مقتنعه، جرات هنا سلطانه بنتها، قالت لها زدي قدامي، قالت لها زدي، قالت لها عند ميسون وقولي لها بلي انت باغا تخلي عليها وبغيتي تخليها في نص الطريق بعد ما فتحت لك البيبان ديال الخير وبغات تعاونك وتساعدك، قالت لها زدي قدامي وقوليها لها. وهي تقول لها زينب راه غادي نقولها لها، وهي تقول لها سلطانه ايوا هي دابا، قالت لي الله دابا، قالت لها ودوي معاها وقولي لها القرار اللي اتخذتي، قالت لها انا ما غنقول لها حتى شي حاجه، قالت لها زدي قولها بلي راكي تخليتي عليها في نص الطريق. صافي غادي تجر يعني الام ديال جمال زينب وغتقول سلطانه عطي لبنتي ساره، قالت لك ما بغاش تمشي دابا. فسلطانه احبائي غادي تدور فم جمال، قالت لها انت راكي كتقلبي عليا من الصباح، قالت لها سيري دخلي سوق راسك، قالت لها انا وبنتي انت مالكي، قالت لها بغينا نحلوا المشكل انا وياها انت اش دخلك. من بعد يدور احبائي السلطانه عند الجيران يا خوتي الجماهير، بطبيعه الحال خرجوا كيبرقوا يعرفوا اشنو واقع ويدور فيهم. قالت لهم اش كاين، قالت لهم مالكم حاضيننا، قالت لهم ما عندكم ما يدار، قالت لهم يلاه اللي عنده شي شغال يمشي ليها، قالت لهم بقاو حاضيننا هنايا. قالت لها الام كتكلم مع بنتها نتوما اش جالسين كتبرقوا اش جالسين، قالت لهم كتشوفوا. صافي وتجري يا خوتي بنتها، قالت لها زدي قدامي، قالت لها زدي عند ميسون وقولي لها انت هذا القرار اللي اتخذتي. المشهد الاخر غادي نشوفوا يا خوتي داك المصيبه ديال كينان، كان كيتكلم مع واحد الراجل اللي بحال تقولوا خدام معاه بحال الشكل ديال ايوب، كان كيعاود ليه قال لي شوف، قال لي شتي انا باش وصلت لهذا الشيء، قال لي راه ضربت تماره وخدامت، قال لي وكل خطوه كنديرها كنضرب لها 1000 حساب يا خوتي. من بعد ويهبط لي راسو قال لي شوف قال لي شوف الخدمه فين واصله، قال لي الانسان خصو يمشي خطوه بخطوه. من بعد هو يقول لي واش في خبارك، قال لي بلي ايوب راه مات، قال لي وراه ايوب خليته انه يعترف بجميع دوك الكوارث اللي درت انا، خليته انه يعترف بهم هو اللي دارهم، قال لي وهكا صراحه تهنيت. بقى من بعد كيشوف هذاك الراجل ويقول لي انت صراحه بان فيك عندك وجه السيفه، قال لي ديال شي واحد خطير ومجرم، قال لي اش بان لك انت نلصق فيك هذيك الجريمه اللي درت في ميرفت ديال القارب، قال لي شنو بان لك، قال لي نسبها فيك انت ونقول بلي انت اللي فرقعتي وقنبلتي هذاك القارب،
قال لي وجهك اصلا غير ديال التقنبيل. صافي بقى من بعد كيضحك كينان وتيشوف هذاك الراجل ويقول لي والله الا دابا تهنيت، قال لي خليته يكتب هذيك الرساله ويعترف كاع داكشي اللي درت انايا، قال لي دابا تهنيت، قال لي حتى من هذاك انيس وديناتي غادي يرتاحوا من صداعه وشويه غادي تهدى الامور وغادي نتهنى قال ليه من الصداع ومن المشاكل. صافي ملي كان كاين يعني كيشكيل هذاك الصديق الجديد ديالو اللي غادي يكون دراعو من بعد غادي نشوفوا الهجوم ديال انيس على كينان. يلاه اخوتي كينان تيقول لك صاحبو قال لي تهنيت من انيس حتى غادي يوقف عليه. هنا داك الراجل ديال كينان بغى يتهجم على انيس، ولكن يا خوتي انيس ما عطلوش، دخل فيه براس طاح الارض كاو. غادي يقول ليه كينان اش واقع اشنو كاين، ويقول لي انيس ما عرفتيش، قال لي شنو كاين، قال لي ايوب راه مات، ويقول لي كينان كيفاش، قال لي مات، ويقول لي انيس قال لي زعما ما في خباركش، قال لي بلي ايوب مات، ويقول لي لا حول ولا قوه الا بالله ان لله وانا اليه راجعون. مسخط راه هو اللي قاتلو، ويقول لي لا حول ولا قوه الا بالله، قال له لا ما في خباري، قال لي انت وقع هذا الشيء وكيفاش مات، ويقول لك انيس قال لي شوف، قال لي داك العبد الدراري الصغار ديالك انت، قال لي بلا ما تبقى ديروا عليا انا، قال لي راني عارفك مزيان شنو كتسوى، قال لي عارف، قال لي بلي انت ورا هذا الشيء كامل، وبلي هذيك الرساله قال لي اللي خلى ايوب راه انت اللي قايل ليه يكتبها، ويقول لي ويقول ليه هذا، قال لي كاين، قال اش من رساله انيس، قال لي ما فهمتكش، قال لي كتخربق عليا ايوب تقتل، مره تقول لي مات، مره تقول لي رساله، ويقول لي انيس بركه من الهبال، قال لي راه ايوب كيعترف باللي هو اللي قتل ولدي، قال لي ولكن انا عارف، قال لي شكون اللي دار لولدي ديك الحاله، ويقول لي كاين شكون، ويقول لي انت، ويقول لك كاين الله يهديك انيس، قال لي واش دابا منيتك، قال لي كتشك فيا انا، قال لي انا اش بيني وبينك اخويا، قال لي باش ننهي الحياه ديال ولدك وننهي قال لي الحياه ديال واحد الطفل اللي بريء، قال لي حشومه عليك، ويقول لي انا شنو سما، قال لي بغيت تقول بلي انت ما عندك حتى شي دخل بداك الشيء اللي وقع، قال لي تكذب على كل شيء الا انا، قال لي راه كل شيء واضح وباين، قال لي انا محتاج فقط غير الدلائل، قال لي ما متاكد باللي انت، قال لي لو راه داك الشيء حيت ايوب كان دراعك انت اليمين، ويقول لي انت اللي كتعطيه التعليمات، ويقول لك كاين صافي زدتي فيه، قال لي واش حتى التعليمات قال لي غنعطيهم انا لايوب باش انه ينهي الحياه ديال مرتي وبنتي هدى، قال لي مستحيل انني ندير شي حاجه بحال هذه، قال لي صافي بركه، قال لي صافي بركه عليا من الحماق، قال لي من الصباح قال لي وانت كدوي وكتهمني، قال لي بشي حوايج انا ما درتهمش، قال لي زدتي فيه، قال لي نتوما دائما كتبهدلوني، قال لي داك النهار جوليا ركبت بابايا مع الدروج ما قلت والو سكت، قال لي داك النهار محمود امير تا وقف كيضرب فيا ويعنفني وضربني ما قلت والو سكت، قال لي داك النهار حتى انت قال لي مغرقني بالشامبانيا، قال لي جايه باش نبارك لك، قال لي جالس كتخوي عليا الشراب انت ومرتك وسكت، قال لي علاء حتى هو يعني رجع وجهي كله قال لي زرق بسببه هو، قال لي زرق لي العين طيح لي السنه، قال لي ما خلى ما دار فيا علاء، قال لي ومع ذلك بقيت ساكت، قال لي ولكن هذا لا، قال لي لكل حاجه قال لي عند حد زدتوا فيه، قال لي انتم عائله اطهان كلكم يعني نفس الحاجه ما كتحترموا حتى شي واحد، قال لي انا علاش قال لي غادي ننهي الحياه ديال ولدك، قال لي واش ما شفتيش، قال لي داك النهار في الجنازه فاش جيت لعندك قال لي عزيت، قال لي كنت كنبكي قال لي كنت مقلق وكنت حزين بزاف، قال لي على الفراق ديال ولدك، قال لي نسيتي، قال لي انا قال لي جيت لعندك تما قال لي وعزيتك، قال لي دابا جاي كتهمني باللي انا اللي ورا هذا الشيء كامل، ماشي حشومه عليك ماشي عيب عليك، قال لي شوف انيس صافي، قال لي هاد المره ما بقيتش شي غادي نسكت، قال لي حتى من نضاضري، قال لي عقلتي على نضاضري ديالي عقلت عليهم، قال لي نضاضري اللي كانوا عزازين عليا، قال لي ماشي داك النهار قال لي شفتي لي على نضاضري بلا حشمه بلا حياه، قال لي دويت معاك ما دويتش، قال لي ولكن نتوما كتخليو الانسان انه ما يتعاملش مزيان، وكتخليو الانسان انه يولي يتصرف بوقاحه، قال لي صافي من اليوم قال لي انا ما باقيش غنصبر لهاد الهبال، قال لي من اليوم قال لي صافي، قال لي حتى انا راه واحد الشخص اللي انا عندي احاسيس وعندي مشاعر عفوا مشاعر، قال لي كل حاجه عندها حدود، ويا خوتي مشيت هذاك الكوان كيف ما كتشوفوا داك القنت بغى يدير فيها زعما الدراما زعما راه مظلوم، ويقول لي صافي انيس انا راه عندي احاسيس انا عندي مشاعر صافي عيقتو، يا اختي تا هو ما عطلوش زي خوتي انيس واحد الخشبه تهزها مع هذيك، قال لي انا عندي احاسيس وعندي مشاعر، وبدا كيدمع، نزل على بابا يا خوتي للراس، ضربوا واحد الضربه للراس مهم للراس وللظهر، من بعد يا خوتي ويتلاح كينان من فوق السطاح. انا غنشوفوا الوصول ديال الاسماعيل، ولكن للاسف تاخر لان انيس ارما يا خوتي راه هو في السماوات نازل طاير، كيف ما كتشوفوا طاح على داك الكمايو جاي خوتي راسو تماك، مهم تشخشخ السيد طاح الارض وبقى يعني انيس واسماعيل كيطلعوا عليه من الفوق وما يعني مصدومين، يعني انيس دار واحد ردة الفعل كيف ما تنقولوا متهوره. دابا نعرفوا التبعات ديالها من بعد، غير خليكم معايا. انا العشاق ديالنا ميسون وعلاء حد لبيسين يا خوتي جالسين تما مبردين كالمين. هنا الناقره سلطانه هي وزينب مشانقين شادها كتقولها تقيمني، كتقولها ما زيدي قدامي، قالت لها يلاه دوي مع ميسون وهي تدفعها قدام ميسون وتقول لها ميسون شنو واقع، قالت لي كنتي بعدا كنقول لك لا باقي شي تلبسي هاد الحوايج المدرحين، قالت لي كنت نقول لك لبسي الحوايج من البوتيك ديالي، وتقول لها زينب شوف اختي ميسون، قالت لها فكرت مزيان ما بقيتش، قالت لها بغيت نخدم هاد الخدمه ديال عارضه ازيان، وتقول لها عارضه ازياء عفوا، وتقول لها ميسون شنو
عاودي قالت لها اختي شنو قلتي؟ قالت لك ما ضربك الشمس، ياك ما قالت لها طيح على راسك، ياك ما وقع عليك شي مصيبه، ياك ما طلع عليك الحراره. قالت لها واش عارفه اش كتقولي ولا لا؟ قالت لها واش عارفه شحال الفلوس؟ قالت لها انا خاسره عليك. قالت لها كيفاش اختي؟ قالت لها باغا تخرجي من الخدمه. وتقول لها زينب اختي ميسون باغا نخرجوا. تقول لها ميسون شوفي عافاك. قالت لها باكا ما الضحك الباسل. قالت لها هنينا. قالت لها سيري ديها في خدمتك. وتقول لها زينب راني كندوي معاك بالمعقول، ما بقيتش بغيت نكون عارضه ازياء. هنا السلطانه دخلت في الموضوع وهي تقول لميسون قالت لها شوفي بنتي، قالت لها دويت معاها حتى عيت. قالت لها راه خدات قرار ما بقاتش شي باغا تخدم هاد الخدمه، وقالت بغات تجي تقولها لك. قالت لها منك ليها راني عييت معاها بنتي، راه ما بغاتش تسمع. وتقول لها ميسون دابا اش كيسحاب لك راسك؟ قالت لها واش انا؟ قالت لها دايره بروجي على قدو. قالت لها وبانيه عليك انتيا كعارضه اساسيه عندي جايه دابا كتقولي لي ما بغيتيش تخدمي. قالت لها انا اللي بديتك هذه المساعده وبغيت نخرجك. قالت لها من الظلمات الى النور. قالت لها واش ما كتحشميش؟ وتقول لها زينب شوفي اختي، قالت لها انا في الاول جيت لعندك بغيت نخدم، قالت لها في المبيعات بغيت نبيع ونشري. قالت لها ما بغيتش نكون عارضه. قالت لها انا مستعده انني نخدم ونسدد. قالت لها كاع الديون اللي عندي. وهي تقول لها ميسون بصح. قالت لها تقدري انك تخلصي 500 الف ليره. وهي تقول لها زينب شحال؟ وتقول لها ميسون اسمع حبيبتي، قالت لها راه تخدمي حياتك كامله ما غاديش. قالت لها تقدري انك تدخلي هذاك المبلغ. وين بقى انا احبائي علاء بغى يدخل في الموضوع ويقول ميسون صافي خليها زعما تمشي ما بغاش تخدم. قال لها بالنقص، قال لها انا غنجيب لك احسن عارضه ازياء اللي غادي تعوض زينب. قال لها بلا ما تعصبي معاها. صافي انا ميسون احبائي بقات مكالمي وهي تقول لزينب شوفي، قالت لها 500 الف ليره. قالت لها راني درت بزاف ديال الصور ديالك نتيا وبزاف ديال الاعلانات عليك نتيا وبزاف ديال الملصقات عليك نتيا. قالت لها غادي تعوضيني. وديك الساعه قالت لها سير الله يسهل عليك. وتقول لها زينب منين غنجيب هاد الفلوس؟ وتمشي عند السلطانه كتقول لها راه ما عنديش هاد الفلوس كي غندير لهم. وتقول لها ميسون شوفي راني قلت لك تخدمي حياتك كامله ما غاديش تقدري ترجعي لي فلوسي. قالت لها دابا غادي ترجعي. قالت لها عقلك لراسك وغتمشي. قالت لها تلبسي. قالت لها حويجات كنت قادي وتصايبي. قالت لها اليوم راه عندنا واحد الحفله. قالت لها اللي خصك ضروري تكوني حاضره ليها وبغيت. قالت لها تباني في احلى وفي احسن حله. صافي تجري على زينب. راه غادي نشوفوا زينب تعصبت بزاف من سلطانه. قالت لها هادشي كامل بسببك انت. قالت لها انت اللي وصلتيني لهذه الحاله. وهي تدور عندها وهي تقول لها انا كنكرهك. وهي تقول لها ميسون واش انت ما كتحشميش؟ انا زينب كانت كتخاصم على سلطانه. قالت لها واش انت ما كتحشميش؟ قالت لها الام قالت لها ديالك اللي بغات تعاونك وبغات تساعدك وبغات قالت لها يعني تنور لك المستقبل ديالك كتعايريها وتسبيها. قالت لها يلاه سيري. قالت لها وجد راسك. قالت لها بركه من الهبال. قالت لها سيري راه عندنا بزاف ما يتقدا. قالت لها حيدي عليا الدرابل هادو راه كنتي العارضه الرئيسيه ديالي. صافي زينب دارت فما. قالت لها انا قلت لكم ما غاديش نخدم هذه الخدمه وراني ما كنتفلاش ومشات في حالتها. صافي سلطانه بقات كتبكي على ميسون. قالت لها بنتي شوفي راني عييت معاها. وتقول لها ميسون صافي خليك منها. قالت لها دري باقي عقلها صغير. قالت لها غادي تمشي تبكي شويه وغادي ترجع. قالت لها العشيه الحفله وغادي تبان في احسن حله. قالت لها خليها دابا تعرف باللي راه انت بغيتي ليها مصلحتها. قالت لها غادي نصايب لك. قالت لها واحد الكوكتيل دابا غتمشي تشربيه. قالت لها من بعد غتمشي ديري الماساج. وتقول لها سلطانه قولي لي يا بنتي واش انا بصح مزياناش؟ واش بصح انا واحد الانسانه اللي خايبه؟ وتقول لها ميسون عيب عليك. قالت لها ولي خالتي. قالت لها انت احسن في هذه الدنيا. قالت لها وزينب غادي تعرف مصلحتها من بعد. قالت لها غير مساله وقت وصافي. قالت لها شوفي غادي تمشي. قالت لها تشربي الكوكتيل. قالت لها غادي ديري واحد الماساج. قالت لها فاعل تارك لدوك العظيمات. قالت لها وغادي ترولاكساي. قالت لها وتقدي وتصايبي وتانتكي. قالت لها الحفله ديال العشيه. وهي تقول لها سلطان الله يخليك ليا ميسون. وهي تقول لها ويخليك ليا حتى انتيا اخالتي العزيزه. هنا غنشوفوا زينب قررت انها تمشي لشركه عائله اطهان. المهم وقيله كانت بغات تتكلم مع راجلها جمال. صافي هنا البنات غادي يحبسوا عليها الفران وغتبقى غيبداو يغوتوا عليها واش انت ما كتشوفيش. بقات عليها هذيك تطنز على زينب كتقول لصاحبتها. قالت لها ويلي. قالت لها واش حنا في اوتيل 5 ايطوال نيت. قالت لها هاد الاشكال منين كيجيبوهم؟ صافي زينب غادي تردخ لهم وغتضرب لهم السياره ديالهم وغتقول لهم سيروا في حالتكم من هنا نرس. قالت لهم هاد السياره على راسكم. صافي هما كسيره ومشاو. زينب يلاه تلفتات لجهه الباب ديال لوطيل. المهم هو اوطل عائله اطهان. هو يبان لها يا خوتي راجلها مع هدى كيف ما كتشوفوا منزلها من السياره وشد لها في يديها وكيتبادلوا دوك النظرات ديال الاعجاب وهي توقف عليهم كتصفق. قالت لهم تبارك الله. قالت لهم نتوما غادي ندير لكم واحد الكتاب بالعنوان ديالو الحقاره. قالت لهم كيفاش قدرتوا انكم ديروا بحال هكا؟ وهي تدور في راجلها. قالت لي انت اللي قالت لي كتعطيني دروس في الاخلاق. قالت لي انت بلا حشمه بلا حي. قالت لي قاس مع هاد الحقيره. قالت لي شنو؟ قالت لي عطاتك الفلوس. قالت لي هي اللي شرات لك هاد الحوايج اللي لابس. قالت لي لقيتي وحده قالت ليه غنيه. قالت لي باش توصل للمستوى ديالهم ولا كيفاش؟ المهم بقات كتبهدل فيهم ويقول لها جمال. قال لها بركه من التخربيق. قال لها راكي غير كتروني. صافي ودور فيه زينب. قالت لها انت واحد حقير انت واحد كذاب. صافي يا خوتي وتجعل عليها هدى. قالت لها لزمي الحدود ديالك انتيا. قالت لها شنو؟ قالت لها باغا تمثلي عندنا زعما راكي كتغيري زعما على راجلك. قالت لها ياك راجلك. قالت لها ما بقيتش شي بغيتيه. قالت لها بغيتي تطلقي منه. قالت لها شنو اصلا بينك وبينه؟ قالت لها صافي اللي بينك وبينه راه ساهله وانت اصلا ما بغيتيش. قالت لها بلا ما بقيت تمثلي علينا. قالت لها سيري. قالت لها خدمي. قالت لها دوك الخدامين ديالك اللي كلنا عارفينهم
قالت لها سيري خدمي، قالت لها عارضه ازياء وبيني، قالت لها لحمك. المهم هبطت لها تريكوها باش يبان كتفها، المهم سبتها وعيرتها. فبطبيعه الحال زينب ما رضاتش، لان هدى هانتها في الشرف ديالها وطارت عليها بواحد النتفه يا خوتي، وبقاو تما مناتفين قدام جمال، وجمال يا خوتي كيفك ما قدرش انه يحبس، يعني ما قدرش انه يفرقهم، تيقول لهم صافي بركه. المهم يا خوتي بيني وبينكم وراه عجبو الحال، البنات كيدابزوا عليه. صافي انا غتشوفوا زينب تلاحت على هدى صافي، وبدات كتنتف فيها، وهدى حتى المهم صراحه تناتفوا مزيان. السيكوريتي هذاك الراجل اللي كان واقف حدا الباب هو اللي استطاع انه يفرقهم ب 66 كشيفه. صافي من بعد غادي تجري عليها هدى، غتقول للسيكوريتي قالت لها هاد الحقيره خرجها، قالت لي من هنايا من اللوطيل، قالت لها ما بقيتش بغيتها تعتب لهاد البلاصه. صافي انا زينب غتقول لها الحقيره، قالت لها انتم كلكم عائله اطهان كلكم حقيرين كنكرهكم، قالت لها وكنكره بالاخص هذاك خوك. وتقول لها زينب، وتقول لها عفوا هدى، قالت لها كيشتي حنا تبارك الله غير كنحبوك. وتقول للسيكوريتي قالت لي خرج عليا هاد الكنسه من هنايا، ما بقيتش، قالت لي بغيت نشوفها. جمال ما دافع عليها ما حتى شي حاجه، بقى جمال مع هدى وزينب مشات مدلوله حاضره راسها وغادرت. انا غادي نشوفوا يا خوتي كينان كيغوت كيقول لهم بشويه عليا عظامي مهرسين. هنا اسماعيل كيدور في انيس، قال لي هادشي درتي صاحبي، قال لي واش انت دائما قال لي كدير هاد الفعال المتهورين، قال لي شنو دابا، قال لي ولا حل، قال لي كينان عيني، قال لي وقال بلي انت اللي دفعتيه ولا الا جاب الله مات كينان، قال لي شنو غادي نديروا، قال لي كيفاش غادي نقدر انني نحامي عليك وندافع عليك، قال لي وانت اللي درتي هاد الزبله. ويقول لي انيس انا ما بغيتك لا تحامي عليا لا تدافع عليا، قال لي انا كنعترف بلي انا اللي درت في هذا الحقير هذا الشيء، قال لي وكون رجع بيا الزمان للوراء غنعاود ندير نفس الحاجه. ويقول لي اسماعيل انيس، قال لي راه ديما كنقول لك لا باقيش تهور، قال لي انت راك كدير حوايج ما كتفكرش فيهم، قال لي خليني الله يعطيك الستر ندير خدمتي، ملي غيبان لي شي دليل ولا شي برهان ضد كينان راني غادي نعتقلو، قال لي راني دويت معاك. فانيس احبائي تعصب بزاف من اسماعيل اللي بحال تقولوا اسماعيل دار فيه هنا. من بعد اسماعيل عطى التعليمات باش انهم يعتقلوا حتى هذاك الراجل اللي كان مع كينان. هذاك الشرطي بقى كيقول اسماعيل، كيقول لها سي اسماعيل علاش غادي نعتقلوا هذا السيد راه ما دار والو، ويقول ليه دويت معاك اعتقلوا. بقى داك الراجل كيقول لي انا ما درت حتى شي حاجه علاش باغي تعتقلني، انا انيس كثيره. وزاد اسماعيل كيعيط لانيس، انيس ما داهاش فيه وغادر. انا غادي نشوفوا احبائي سلطانه كانت كتستمتع يا خوتي بلا بيسين هزه لبيسين المهم كنضحك هنا احبائي لابسه ديك الكسوه وخاشي رجليها في الماء، ويجي عندها يا خوتي هذاك الدري المسؤول تما ويقول لها لا انا لا، قال لها خرج رجليك، قال لها من الماء ما كندخلوش، قال لها بحوايجنا كنعوموا. صافي هنا ميسو كانت كتكلم في التليفون قطعاتو ويطنوا يا خوتي لهذاك الدري، وهي تقول لخالتها قالت لها رجعي، قالت لها رجليك، قالت لها رجعي رجليك تما وخليهم، قالت لها وخذي راحتك، قالت لها بكسوتك، قالت لها خليها كتفزك ويطنض لعندو. قالت لها اش كيسحب لك راسك، قالت لها واش عرفتي راسك مع من كدوي ولا لا، قالت لي انا راني ميسون اطهان، قالت لي وهذه راها خالتي، قالت لي في واحد الوقيته كانت بنت الام ديالي، قالت لي وهاد خالتي حتى هي راه من العائله ديالنا، قالت لي وهاد لوطيل راه ديالنا، قالت لي وهاد لابيسين راه ديالنا، قالت لي انت خويا شليك لك، قالت لي السيده تخشي رجليها تما ويضري خوتي ميسون عند خالتها، قالت لها شوفي خالتي، قالت لها خشي رجليك، قالت لها ولا ما قدوك رجليك، قالت لها سيري، قالت لها هزي داك المونطو اللي تما، قالت لها فوق الكرسي، قالت لها هزي تا وخشي فيه رجليك، قالت لها وخشي باباه في الماء، قالت لها خذي راحتك، قالت لها اللي بغيتي ديريه ديري. صافي انا غدور عندها سلطان وتقول لك وتقول لها الرضيه بنتي. المهم حسات ان ميسون رجعت لها الاعتبار ديالها وتقول لها ميسون خذي راسك خذي راحتك عفوا اخالتي العزيزه. من بعد يدوري خوتي عندك الدري، قالت لي قول لي انت واش ما خلصوكش هذا الشهر، واش مقلوب، واش طيح على راسك، قالت لي سير في حالات، قالت لي وعرف مع من كدوي. صافي انا سلطانه حسات بالفخر وهي تقول لميسون، قالت لها بارك الله فيك بنتي، قالت لها الله يجازيك بخير، قالت لها الله يخليك ليا، قالت لها كون غير كانت بنتي زينب بحالك كتحبني وتدافع عليا. وهي تقول لها ميسون انت الله يخليك ليا خالتي. وهي تقول لها راه اليوم ان شاء الله عندك جلسه ديال الماساج، ويجي هذا وتقول لي ميكي ماوس، قالت لي جيتي، قالت لي شوف، قالت لي غتشد خالتي، قالت لي وغدلكها مزيان مزيان. المهم داك الزرقيه اللي في فمها راه بسبب داك الكوكتيل اللي كانت كتشرب راه هزه في يديها زرق. وتقول لها نوضها خالتي، قالت لها نوضي، قالت لها ديري الماساج، قالت لها غزال، قالت لها هاد ميكي ماوس غير تهلا فيك. وهي تقول لها خالتها شوفي بنت الله يرضي عليك، قالت لها قولي ليه ماساج حدو غير رجيلاتي، قالت لها فقط لا غير، قالت لها ما يمشي شي، قالت لها لشي بلاصه اخرى. ويدور ما يسول عندك ميكي ماوس هو داك اللي بيدير لها الماساج جاي من الجابون ولا ما عرف شنو يدور عنده. قالت لي شوف، قالت لك خالتي حدك رجليها، قالت لي وياك تمشي، قالت لي لشي بلاصه اخرى رجلين فقط لا غير. ويقول لها واخا لا ميسون. صافي يا خوتي بقات هذه سلطانه كتعصر في كسوتها وكتقول لها ميسون عصري مزيان، قالت لها عصري، قالت لها كسوتك على خاطرك. وهي تقول لها سلطان يعطيك الرضا وتصيفط يا خوتي واحد القبله في السماء. صافي ميسون بقات كتضحك هي وخالتها، قالت لها خليك ليا خالتي راني كنتي، قالت لها عزيزه عليا بزاف. من بعد يدور يا خوتي الاتجاه عند راجلها، قالت لها خليك ليا الحبيب ديالي الغزال ديالي. وتجي واحد البنت بحال تقولوا مثيره شويه كتعيط لعلاء، قالت لها علاء، قالت لي ما عقلتيش عليا علاء يا خوتي كاع ما مسوق ليها كيسبح.
وتقول لها ميسون اختي، قالت لها لا ما كتعيطي، وتقول لها كنعيط لعلاء، قالت لها انا راني كنت الصديقه ديالو، وتقول لها بصح، قالت لها وسيري في حالة، قالت لها من هنا لا تشوفي، قالت لها راسك، قالت لها هنا في هاد لابيسين مليوحه كتغرقي فيه، وتقول لها هذيك البنت انت كيفاش قدرتي انك تدوي معايا بحال هكا، وتقول لها ميسون ما عرفتيش انا شكون، قالت لها وسيري، قالت لها في حالتك منا، قالت لها وسيري، قالت لها لبسي حوايج حسان من هذا الشيء، قالت لها هذا الشيء المدرح ديالكم راه مكشوف ومفضوح، قالت لها سيري في حالتك منا، قالت لها غادي ندم، قالت لها وعطي، قالت لها العلاء اتساع، وهي تقول لها ويلي علاء مالو فقد الذاكره ما بقاش عاقل عليا، وهي تقول لها ميسونيه، قالت لها مسكين راه طاح على راسو وفقد الذاكره، قالت لها وسيري، قالت لها بدلي الساعه بخرى. صافي جرات عليها علاء ويقول لها ميسون واش كاين شي مشكل، وتقول لها لا لا حبي، قالت لها ما كاين حتى شي مشكل، قالت لها هانيات، قالت لها طلع، قالت لها طلع راني توحشتك، قالت لها اجي جلس معايا شويه. المهم بقى تيشوف فيها علاء وكيضحك. هنا غادي نشوفوا احبائي ميسون غادي تلمح هدى هي وهذا وجمال غاديين، جمال حط يدي على هدى كيف ما كتشوفوا، وكان كيواسي فيها بسبب داك المشكل اللي وقع برا مع زينب. المهم عادي دار واحد ردة الفعل عاديه، يعني السيده تريشات هي والاخرى راه بطبيعه الحال غيواسي فيها. هذا هدى كانت كتقول لي اسمح لي بزاف انا ما قصدتش انني نضرب زينب، راه وقع داك الخلاف بيناتنا، هو كان كيطبطب عليها تيقول لها ماشي مشكل. ايوا خوتي علاء ما يحضر غير ديك اللقطه ديال جمال حط يدي على اختو، يا خوتي هو يدخل فيه براس، قال لي الحقير، قال لي كتحرش ليا بختي. صافي جمال كيقول لي انت شنو كدير، صافي انا غادي ندخلوا في واحد الشباك حاد، قال لي انت سما غير السائق ديالها اش بدك تقيسها في سما في كتفها، يا الحقير يا اللاعين، قال لي صافي غتمشي في حاله الخدمات ديالك ساله، وكتقول لي اختو لا، قالت لي بغيت جمال يبقى معايا زعما في الخدمه. صافي من بعد هو يدخل فيه كيف ما كتشوفوا، بداو مضاربين هنايا. هذا علاء غادي يجر جمال لابيسين وغادي يطيحوا بجوج بغا يطيحوا بجوج عفوا في لابيسين. صافي ملي غيطيحوا في لابيسين غادي نشوفوا علاء كيغرقوا، علاء اخوتي كيغرق جمال، وجمال تيغرق علاء، مني منك بنيه عندي بنيه عندك. هنا كنشوفوا ميسون وهدى كيتغاوتوا تما حدا لابيسين، يا ودي الله يهديكم تفرقوا عيب هادشي اللي كديروا، راكم نتوما بعقلكم كبار وما مسوقينش لهم. يا اخوتي البنيه نيضه في الماء ويتطايروا في السماء. بقاو هما تيغوتوا يلاه بغينوا جمال عاود رجعوا ثاني علاء لابيسين، بقاو مضاربين بحال ربي ما فكهم السيكوريتي، بعدوهم من بعضياتهم. هنا جمال تيقول لعلاء يا الحقير، قال لي انت شنو كيسحب لك راسك، هو يقول لي علاء غتمشي في حاله، قال لي من هنا ما بقيناش بغيناك تخدم معانا، وهي تقول لي هدى غتدخل سوق راسك اخويا، قالت لي انا هذا هو السائق ديالي، قالت لي وخالي هو اللي خدمو عندي. صافي انا غنشوفوا جمال قال لي انت راك واحد حقير، قال لي ما كتحشمش. المهم بقاو تيتسبوا ويتعايروا، كتقول لهم هدى تفرقوا، قالت لهم من جمال بعدو منه، هذا راه السائق ديالي. صافي من بعد دخلوا في واحد الشباك حاد، جا واحد من الرجال ديال محمود امير، بطبيعه الحال محمود امير عنده الكاميرات وساق الخبر ديك الفوضى اللي كاينه تما، ويقول لهم محمود امير اطهر بغاكم دابا في المكتب ديالو. صافي من بعد غادي نشوفوا احبائي في المشهد الاخر اسماعيل معصب بزاف، الحاله ديال كنان يعني صعيبه، جات يعني دنيا كتبكي على راجلها، كتقول لهم اشنو وقع على راجلي كيفاش وصل لهاد الحاله. جا الدكتور عندها، مهم قال لهم راه الحاله ديال كينان صعيبه بزاف، عنده بزاف ديال الكسور على مستوى الجسم ديالو، كذلك الاعضاء الداخليه ديالو تضررات وخصو يدير عمليه. نتمنى قال لها ان شاء الله تنجح وينقذ مرحله الخطر، لان خوتي طلعت تلحم الفوق على الكمايو جوجهو في الكام. المهم جوجهو في الكاميو كيف ما كتشوفوا كان عامر ما عرفش داكشي. المهم ضربه خايبه. صافي خوتي دنيا بدات كتبكي كتبرح تما في المستشفى، ويا خوتي هاد صق عليا هاد بوصلعيه تاع حسين ما شافش دنيا، هو يجيب الخبر سخونه لاسماعيل، قال لي اسماعيل، قال لي راه داك الراجل قال لي اللي اعتقلنا معاه اللي اعتقلنا قبيله راه كيقول باللي انيس هو اللي دفع كنان من السطاح، يعني وهو السبب في داك الشيء كامل. قال لي وكان كيقول باللي انيس كان قاصد انه يدفع كنان وماشي حادثه هذيك اللي وقعت. صافي دنيا تصدم. انا يا خوتي اسماعيل عيامي خرج عيني في تحسين باش يسكت، هو ما دا جاب حتى عاق باللي راه دنيا حداه. صافي مشات لعندو دنيا قالت لي شنو، قالت لي انت السبب في هذا الشيء كامل، قالت لي ما حشمتيش، قالت لي الحقير، قالت لي كيفاش قدرتي انك دير في راجلي بحال هكا، قالت لي غادي ندمك الندم الشديد، قالت لي انا غادي ناخذ بالطار ديال الزوج ديالي، قالت لي وغادي ندلك وغادي نحتقرك، قالت لي غادي نبهدلك. صافي بقات كتعاير وكتسب ويقول لها انيس قال لها من الاحسن انك ما تدخليش، قالت لي الحقير، قالت لي انت بسببك، قالت لي وقع هذا الشيء لراجلي، انت السبب في هذا الشيء كامل. بقات كتعاير وكتسب وكانت باغا تضربو، المهم ضربات وكانت المهم دخل اسماعيل ويقول لها شوفها لا هدى عفوا قال لها اسماعيل لا دنيا، قال لها لحد الان ما عمرني قال لها مديتي يدي على شي مرة نهائيا، قال لها ولكن الا اضطريت انني نضرب شي مرة فراكي غتكوني انت اول مرة غادي نهز عليها يديا ونضربها. قال لها انت راكي ما عارفه شنو كتخربقي، قال لها هذاك الحقير ديال راجلك، قال لها راه انت السبب في هذا الشيء كامل، قال لها انت اللي دخلتيه لحياتنا، قال لها هو السبب في هذا الشيء اللي واقع. ويقول لها من بعد راه راجلك
يعني كيقول قال لها راه ايوب هو اللي كيقول بلي نهى الحياه ديال ولدي. قال لها هذاك ايوب كان هو الدراع اليمنى ديال راجلك. صافي بعد بقات كتقول ليه دنيا انت غير كتخرباق، انت غير كتخرف. المهم تاني مشات تلحت عليه بغا تضربو. غادي يدخل اسماعيل وغادي يقول دنيا، غيقول دنيا شوف هلا دنيا راه ايوب قبل ما ينهي الحياه ديالو راه خلى واحد الرساله كيعترف باللي هو اللي نهى الحياه ديال فاروق، وحنا قال لها بطبيعه الحال ما تيقناش هذا الشيء. وايوب كان هو اليد اليمنى ديال كينان. وتقول لهم من بعد قال لهم لا كان اليد اليمنى ديال كينان. قالت لهم في نظركم كينان غادي يعطي تعليمات لايوب باش ينهي الحياه ديالي انا وبنتي؟ قالت لي بطبيعه الحال لا. قالت لهم انا كنعرف راجلي مزيان، واحد الراجل اللي خلوق ومستحيل انه يأذي العائله ديالو. وهي تقول انيس قالت لي انت اكيد غادي تندم واحد النهار على هذا الشيء اللي درتي. وبقات كتعاير فيه وكتسب. ويقول لها انيس سمعي مزيان اش غنقول لك. قال لها هذا الشيء كامل اللي واقع بسبب راجلك. قال لها خصك تحلي عينيك. قال لها وانا ما غاديش قال لها نخليه على خاطره. قال لها غنقولها لك دابا في وجهك. قال لها راجلك غيبقى بين عينيا حتى نثبت باللي هو اللي وراء هذا الشيء كامل. صافي بعد ما سمعها احباء اسماعيل هذاك عفوا انيس هذاك الكلام الجارح والقاسي غادي يمشي. دنيا غادي تدور في اسماعيل قالت لي شنو؟ قالت لي غادي تخلي السيد يمشي بحال هكا ما غاديش يتعتقلوا؟ قالت لي واش ما سمعتيش؟ قالت ليه تحسين شنو قال؟ وبقات كتعيط لانيس. قالت لي الحقير اجل لهنا. انيس مشى واسماعيل ما اعتقلوش. هنا كنشوفوا اسماعيل وتحسين شدوا دنيا. صافي من بعد يدور فيه دنيا. قالت لي اش هاد الخدمه؟ قالت لي ياك انت شرطي، ياك هاد السيد مشتبه به، ياك هو اللي لاح راجلي من سطح، خصك تعتقلو، خصو ياخذ العقاب ديالو، خصو ياخذ الجزاء ديالو. ويقول لها اسماعيل لا دنيا ماشي انت اللي غتوريني خدمتي. صافي يدور فيه. قالت لي ياه. قالت لي تحلك الفم انت. قالت لي اسمع مزيان اش غنقول لك. قالت لي انت راك باقي. قالت لي ما عرفتيش شكون هي دنيا اطهان. قالت لي راه غادي نغرق. قالت لي راه نفيك. قالت لي من هذه الكره الارضيه. قالت لي وقابل خدمتك. ويقول لها اسمعي اسمع لا. قال لها الا ما دخلتيش سوق راسك. قال لها وخليتيني نخدم خدمتي. قال لها انا اللي غادي نعتقلك بالتهمه ديال انك زعما كتوقفي في وجه العداله. من بعد غادي نشوفوا احبائي في المشهد الاخر جمال وعلاء مريشين في المكتب ديال محمود امير. بقى يعني علاء تيقول محمود قال لي راه حصلت جمال كيتحرش بختي. ويقول لي جمال هادشي كذوب. قال لي الحقير انت ما فاهم والو. صافي انا غادي نشوفوا جمال دار عند محمود ويقول لي شوف السي محمود قلتي لي نكون شيفور ديال هدى ووليت. قلتي لي نحمي هدى من دوك الاصدقاء ديالها وحميتها. قال لي اي حاجه بغيتي نديرها. قال لي ولكن حتى لهنا صافي. قال لي الا بغيتي نمشي في حالتي قال لي قولها لي نسمع نسالي الخدمه ديالي معاكم ونمشي. ويقول لي محمود ما غاتمشي انت حتى شي بلاصه. ويقول محمود العلاء قال لي واش ما حشمتيش؟ قال لي واش انت ما عرفتيش؟ قال لي بلي هذا السيد قال لي هو اللي عتق. قال لي اختك والام ديالك من الموت. قال لي دغيا نسيتي. صافي من بعد ويقول محمود للجمال قال لي شوف ما غاتمشي حتى شي بلاصه وغتبقى خدام معنا. والحاجه قال لي اللي نطلب منك انت وعلاء انكم تحترموا بعضياتكم وما باقيش تضاربوا. صافي غادي نشوفوا احبائي دنيا غادي تتصل بخوها كتبكي. قالت لي خويا عافاك عتقني. قالت لي راه الزوج ديالي دابا في السبيطار بين الحياه والموت. قالت لي عافاك اجي عندي. وكانت كتبكي بحرقه. انا غادي نشوفوا ميسون هي وهدى كيتمشاو. وميسون كتقول لهدى قالت لها بنتي راني دوزت معاك شحال مره وقلت لك دري عقلك في راسك. وتقول لها هذا وتقول لها هدى انا راني كنبغي جمال بزاف. وتقول لها ميسون الله يهديك. قالت لها اش من حب هذا علاش كدوي؟ قالت لها زيدون. قالت لها جمال راه غير الشافور ديالك. وهي تقول لها هدى شوفي. قالت لها اصلا جمال راه غادي يطلق من زينب. وهي تقول لها ميسون. قالت لها شوف هدى. قالت لها النصيحه اللي غنعطيك لله. قالت لها لوجه الله. قالت لها بعدي. قالت لها من هذاك السيد. قالت لها راه العلاقه اللي كتبدا بحال هكا راه كتمحن. قالت لها البنت بزاف بزاف. قالت لها السيد مزوج عطيه اتساع وبعدي منه. صافي اتصل بها علاء وهي تقول لها الو حبي. ويقول لها شوفي راه قال لها كينان راه دار حادثه وراه دابا كاين في المستشفى وكاينه معاه ماما. من بعد غادي نشوفوا هذه بهار هي اللي مكلفه بهذوك الدعوات ديال ديك الحفله ديال ميسون. وكانت يعني بهار طالع عليها الدم كتقول ياها ميسون سيري لا بيسين انت وراجلك وتمتعي وعيشي الحياه وانا خلي ليا تماره والخدمه. من بعد غنشوفوا انيس دخل عندها حزين بزاف. اول حاجه دار هي حضن الحبيبه ديالو فهي فهمات اوتوماتيكيا باللي وطر عليه الدم. قالت ليه مالك شنو واقع عليك؟ هو يقول لها قال لها راه كاين مشكل كبير. قال لها عرفت باللي ايوب هو السبب في الموت ديال الابن ديالي. قال لها ولكن في نفس الوقت ما متيقوش. قال لها كنقول باللي كينان هو اللي ورا المقتل ديال فاروق. صافي بقات كتواسي فيه هادي بهار ويقول لها راه انا تهورت اليوم. قال لها وكنت غادي ننهي الحياه ديال كينان. وهي تقول لي دابا كيفاش ولا؟ ويقول لها الحاله ديالو صعيبه بزاف. انا غتجي كذلك ميسون وعلاء غادي يواسيو احبائي انيس وغيبغيو يسولوا على الحاله ديال كينان. وغادي يقول لهم ما عرفتش حد الدكتور قال بلي هو الحاله ديالو حرجه. صافي دنيا كانت كتبكي بحرقه.
كتفكر الكلام ديال انيس. جانا الاخ ديالها ملي شافته مشات كتجري لعندو كتبكي، قالت لي خويا، قالت لي كاينه بين الحياه والموت، قالت لي انا خايفه عليه بزاف، خايفه انه زعما يموت. وهي تقول لي هذا الشيء كامل راه وقع بسبب انيس الحقير. قالت لي هو اللي دار هذا الشيء، قالت لي خصني ننتقم منه ندفعوا الثمن غالي. صافي غادي نشوفوا محمود مبرد ويقول لها شوفي، قال ان شاء الله غادي يكون كل شيء بخير. انا الدكتور جا لعندها ويقول لها الحمد لله، قال لها لا دنيا السكينه، قال لها تجاوز مرحله الخطر وبغى يشوف الورده ديال الحياه ديالو. بقى كيضحك الدكتور، يعني الورده الحياه ديالو هي دنيا. صافي بقات انا دنيا كتقول الحمد لله. قالت للخو هذاك الحقير ديال انيس غندفعوا الثمن. ويقول لها محمود سمعي، قال لها انت كون كنتي في بلاصه انيس، قال لها وزعما واحد من الرجال ديال انيس يعني دراعو اليمين نهى الحياه ديال ولدك، كيفاش كانت غتكون؟ قال لها ردة الفعل ديالك كون كنتي في بلاصتو. صافي بقات هي غير ساكته وكتشوف خوها. هنا غادي نشوفوا كينان مشخشخ كله يا خوتي، مهرس مضعضع. دخلت عنده هدى وهي حزينه بزاف، قالت لي الحبيب ديالي على سلامتك، ويقول لها ورده حياتي. قال لها انا فرحان حيت شفتك دابا، يلاه بغات تشد لي في يديه ويقول لها وياك، قال لها ما تقيسينيش، قال لها عظامي كلهم، قال لها مشخشخين، قال لها راه مهرس، قال لها كامل، قال لها راه الدكتور قال لي توجهي، قال لي ما سلمش، قال لها من التهرس. وتقول لها ما يكون عندك بس الحمد لله على سلامتك. صافي وتقول لي انا كنواعدك، قالت لي بلي غناخذ بالطار ديالك، وهذاك الحقير قالت لي ديال انيس غادي ياخذ الجزاء ديالو. ويقول لها شوفي ورده حياتي، قال لها انا ما بغيتش، قال لها زعما نبلغ بانيس. وتقول لي شنو ما بغيتيش تبلغ به؟ قالت لي شنو زعما ما بغيتيش ياخذ بالطار، زعما ما بغيتيش ياخذ الجزاء ديالو. وانا غادي نشوفوا محمود امير كان كيسمع هذاك الكلام اللي كان كيقول كينان لمرته. ويقول لها شوفي الحبيبه ديالي، انا ما غاديش نقدم شكوى ضده. تقول لي دنيا لا خصنا نقدموا شكوى ضده، شو هو حالت؟ قالت لي زعما بسببه هو وصلتي انت لهذه الحاله، مستحيل انني ندوزها ليه. ويقول لها شوفي، قال لها زعما اش كيقول لها المسامحه، قال لها المسامحه والنسيان هما المفتاح ديال كل شخص قلبه بيض وزعما انسان اللي مؤدب ومصواب. قال لها هادشي اللي بغيت ندير حتى انا دنيا. قال لها غير ثقي بيا، قال لها انا، قال لها حطيت راسي، قال لها في بلاصه انيس، قال لها كون كنت في بلاصتو حتى انا وكون وقعت شي حاجه لعلاء كنت غادي ندير، قال لها نفس الحاجه. قال لها انا بغيت ننسى وبغيت نسامح، الله يسامح. قال لها داكشي اللي دار ما كانش قاصد. هنا غادي نشوفوا محمود امير كان كيسمع لديك الهضره اللي كان كيقول كينان، ويدور عنده ويقول ليه محمود، قال لي جيتي عندي باش تزورني؟ ويقول ليه محمود قال لي ما يكون عندك بس ويمشي في حالته. صافي هنا كاين الفرح ويدور عند الدنيا. قال لها شوفي، قال لها بحال والو، قال لها هذا التعامل ديالي الجديد وهذا القرار اللي اتخذت انني، قال لها باش ما نبلغش بانيس، يقدر يكون هو داك السر اللي غادي يخلي العائله ديالنا تجمع وتكون عائله سعيده، وزعما يثقوا بيا العائله ديالك ونتقرب منهم. فدنيا عاد عجبها الحال، قالت لي صافي واخا الحبيب ديالي اللي بغيتي. ويقول لها شوفي انا كنفضل انني ننسى ونسامح. قال لها وانيس راني ما غاديش نبلغ به نهائيا. صافي قال لها داكشي اللي وقع زعما ماشي مشكل. قال لها انا كنت في بلاصتو غادي يطرى ليا نفس الحاجه. وبدا يا خوتي كيبكي تاني دموع التماسيح. ودنيا الغبيه كتثق في كينان، وكينان هذا الشيء كامل دارو باش انه يكسب التعاطف ديال محمود امير. الحلقات الماجيه غادي نشوفوا احبائي واش عائله اطهان غادي تنطالي عليها الخدعه ديال كينان، ولا غادي يكونوا عايقين به وعايقين بالاكاذيب والالاعيب ديالو. كانت هذه هذه الحلقه، والى الحلقه المقبله انتم وكيف ما العاده ما تبخلوش عليا احبائي باللايكات، وكذلك اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك، وكنبغيكم بزاف.